في دايما شخصيات في التاريخ كل ما تقرا عنها تحس ان قلبك بيتهز، شخصيات مش بس ابطال، لا ده من نوع نادر جدا. ومن اكتر الشخصيات دي هو ابو عبيده بن الجراح، الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشره عنه ان لكل امه امين وان امين هذه الامه هو ابو عبيده بن الجراح. بس ايه اللي يخلي حد يوصل للمكانه دي؟ ايه اللي يخلي النبي نفسه يشاور عليه قدام الصحابه كلهم ويقول هو ده امين الامه؟ هو اصلا مين ابو عبيده؟ هو عامر بن عبد الله بن الجراح من قريش، وبالتحديد من بني فهر. اتربى وسط عيله كبيره ليها مكانتها في مكه، ومع كده كان قلبه دايما شايف ان في حاجه ناقصه، حاجه اكبر من الاصنام والمعبودات اللي الناس كلها كانت ماشيه وراها. وهنا نروح لاول نقطه تخليك تسال نفسك، طب ازاي واحد من بيت كبير في قريش يبقى من اوائل الناس اللي امنوا؟ الاجابه بسيطه جدا، ابو عبيده كان من الناس اللي قلبها صاحي، اللي اول ما سمع القران من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حس ان ده الكلام اللي كان بيدور عليه طول عمره، فاسلم من بدري جدا من قبل ناس كبيره جدا من الصحابه. وهنا نيجي لسؤال تاني، هل كان ايمانه مجرد كلام ولا كان مستعد ان هو يضحي بنفسه؟ في غزوه بدر كان المفروض هيقابل جيش كبير جدا من قريش، بس مش دي المشكله او مش ده كان اصعب حاجه وقتها. ليه؟ لان هو كان لازم يقاتل ابوه. ايوه، ابوه اللي كان لسه مشرك واللي كان واقف في صف الكفار واللي كان بيحاول يقتل ابنه بنفسه. وهنا ابو عبيده هرب منه مره واتنين لان هو مش عايز يقتل ابوه، لكن جت لحظه كده اللي هو خلاص هو يا هيقتل ابوه يا يرتد بقى عن الاسلام. راح قتل ابوه فعلا واختار الاسلام واختار ربنا. وبعد الغزوه نزلت الايه دي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. اللي نزلت في ابو عبيده تحديدا. وهنا بقى السؤال اللي كل الناس بتساله، ازاي واحد يضحي بنفسه للدرجه دي؟ اذن المغرب، لو انت لسه عليك صلاه او حاجه وبتتفرج عليا روح صلي، وانا برضو اروح اصلي. يلا نروح ونخلص ونكمل. غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم اتصاب ودخل في وشه قطعتين حديد من خوذة المشركين، والصحابة حواليه مش عارفين يشيلوها من غير ما يوجعوه. ساعتها أبو عبيدة جري عليه، ما استعملش ولا إيده ولا سيف ولا أي حاجة. تخيل بقى عمل إيه؟ مسك الحديد بسنانه وشده واتكسرت سنانه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده معايا، ولا اشتكى ولا حتى اتوجع ولا قال حتى. من بعدها الصحابة كانوا بيقولوا ما رأينا أحدا أحسن هدوءا وحياء من أبو عبيدة وهو مكسور السنان. نيجي بقى هنا للسؤال الكبير، ليه بقى الشام اتفتحت على إيده؟ لأن عمر بن الخطاب كان شايف في حاجة محدش تاني شايفها، مش شجاعة بس، لأ ده كمان عنده عقلية قائد وقلب زاهد وأمانة مفيش زيها. أرسله سيدنا عمر لقيادة جيوش الشام، وفعلا اتفتحت على إيده فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وكل الصلاة بتتصلى هناك في بلاد الشام. تخيل ليه من أجرها نصيب لحد يوم القيامة. وهنا بقى وصلنا للحظة اللي تخلي أي حد يحب سيرة أبو عبيدة. سيدنا عمر بن الخطاب بعت له فلوس كتجربة، وقال للرسول بعت لأمين الأمة فلوس، شوف بقى هيعمل إيه. اللي روى الموضوع ده قال إن أبو عبيدة وزع كل الفلوس في أقل من ساعة، صرف على الفقراء وعلى المحتاجين ونسي نفسه خالص. سيدنا عمر قال بعدها هكذا ظننتك يا أبا عبيدة، يعني ده اللي أنا كنت مستنيه منك فعلا. وهنا بقى السؤال الأخير، ليه الناس بتبكي لما تسمع نهاية أبو عبيدة؟ أبو عبيدة مات في طاعون عمواس في فلسطين. قبل ما يموت جمع الناس وقال لهم إن هذا الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. وأبو عبيدة مات وهو راضي ومطمئن وثابت. سيدنا عمر لما وصله الخبر قعد يبكي وقال لو كان أبو عبيدة حيا لاخترته خليفة للمسلمين. أبو عبيدة مش مجرد اسم، ده راجل ربنا اختاره يكون أمين للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له. سيدنا عمر رضي الله عنه بكى عليه. وبس كده احنا وصلنا لآخر الحلقة، فتنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب الكلام ده كله عشان الحلقات الجاية. ماشي، بحبكم، السلام عليكم.